قال الله تعالى في كتابه الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نخاطب المدعو رجب طيب أردوغان، نقول له: بعد أن سكت الجميع عن وقاحتك فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مسرورا، نخاطبك اليوم من بغداد التي تحديتها وتجاوزت حدودك، نقول له: لئن جرت علينا الدواهي مخاطبتك فإننا نستصغر قدرك ونستعظم توبيخك ونستكبر تقريعك. نذكرك بالتاريخ إن كنت نسيته، نذكرك بخليل باشا الذي طرد شرطة من العراق، نذكرك بأسيادك الذين استوثقوا لك الأمور، الأمريكان في العراق، أكثر من 27,000 معاق، أكثر من 30,000 جريح، أكثر من 7,000 قتيل. هؤلاء أسيادك طردناهم من العراق الشر طرده. تأدب يا رجب، تأدب يا رجب. إن كنت تريد أن تسوق مشاكلك الداخلية إلى العراق فنحن غير مستعدين لهذا. نخاطبك ونقول لك أن الآرمن في تركيا أحق بأن تنظر في مشاكلهم، ديار بكر أحق أن تنظر في مشاكلهم، لكن أن تتجاوز حدودك إلى بعشيقة لا، لقد تجاوزت كل الحدود. نقول للشعب التركي الشقيق المسالم أن مصالحكم في العراق مهددة بسبب هذا الأرعن، أن شركاتكم وأبنائكم في العراق واقتصادكم المدعوم في العراق بخطر بسبب هذا الأرعن. نحن في الحشد الشعبي لا نقبل بأي اعتداء على العراق، لا نقبل بأي اعتداء على سيادة العراق. مخاطبتك لرئيس الوزراء اليوم إهانة لا نقبل بها ولا نسكت عنها. سنحرر الموصل بمفردنا لأننا قادرون، وسنعاملك معاملة العدو، وانظر قريب أليس الصلح بقريب.